السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين في كل بيت في كل مكان. منذ لحظات انتهت مباراة بيراميدز وغزل المحلة بفوز بيراميدز بثلاثية نظيفة. أحرز الأهداف أحرز ثلاثية بيراميدز عودة الفخوري وناصر ماهر وزلاكا. وتألق النهارده عودة الفخوري النجم الأردني، ثلاثية نظيفة بيراميدز. ورغم كده كان في اهداف تاني لبيراميدز، يوسف اوباما ضيع فرصه ما تضيعش، هدف اوفسايد. لا بيراميدز النهارده يعني قالت انا هنا، انا هكسر عقده الدوري المصري، هم 7 عظماء انا بالثمانيه، 7 واخدين الدوري انا بالثامنه، وليه لا. بيراميدز عملت مباراه خرافيه. بيراميدز بتقول انا مش هبقى وصيف تاني. رونالدو مكوينا مدرب نادي بيراميدز عمل مباراه خرافيه، عمل مباراه كويسه جدا. تيكي تاكا تلاقيها بيراميدز. محمد الشيبي تألق، النجم المغربي صاحب 29 عام تألق بشكل مبهر النهارده، بشكل لافت للنظر. وكمان عندك اللي فيه نسمه امل في غزل المحله هو لاعب المغرب، اسف الجزائري، فراس شواط. نجم غزل المحله. يعني ممكن بعض الشيء لعب شويه في غزل المحله، باجي ما باجي كان بيلعب تحت الكوره، كان بيلعب دفاع، كان بيلعب الكرات الطوليه. لا بيراميدز النهارده اتألق جدا، وكمان عملت مباراه للتاريخ. اي نعم اول الدوري الفرق بتستعد، بس بيراميدز كده حصلت على ال3 بونت. وعلى الناحيه الثانيه المصري البورسعيدي وسموحه، والمصري كسب 1-0 عن طريق صلاح محسن. صلاح محسن احرز هدف المصري، والمصري كسبت 1-0. يبقى المصري 3 نقاط وبيراميدز 3 نقاط. وكمان اليوم انتهت مباراه بترول اسيوط ومنتخب السويس بتروجيت. كان بترول اسيوط متقدم 1-0 عن طريق احمد خالد النجم المرعب. احمد خالد النجم لاعب بترول اسيوط، هتشوفوا هيعمل اداء ممتاز وهيتخانقوا عليه الفرق الكبرى. المهم يعني جابت جيجان في الدقيقه 63 بترول اسيوط، من ثم في اخر اللحظات احمد بحبح لاعب منتخب سويس بتروجيت احرز هدف التعادل لبتروجيت. فالنهارده اقيمت 4 مباريات، ومنتخب السويس بترول اسيوط والتعادل 1-1، بيراميدز 3-0 على غزل المحله. ثلاثيه نظيفه يعني البيراميدز، ثلاثيه تقرب بيراميدز للحصول على 3 نقاط ثم 3 نقاط، وتقرب بيراميدز من الدوري في اول مباراه. واي نعم الدوري لسه بدري. وكمان المصري فاز على البنك الاهلي، المصري فاز على سموحه 1-0. وانتهت مباراه طلائع الجيش والمقاولين العرب 1-0 لطلائع الجيش. ادى 4 المباريات اللي لعبوا النهارده في دوري اورا. كمان طلائع الجيش جاب هدف حلو جدا يعني حلو قوي، هدف من بره 18 فيرست تايم من ضربه حره، يعني هدف جميل جدا. كمان النهارده خلاص اصدر الانذار على اليوم الثاني من دوري اورا. بكره 3 مباريات من العيار الثقيل، من مودرن سبورت والجونه والقناه وسيراميكا كليوباترا والاهلي والشرقيه ام بي. هل الاهلي يحصل على ال3 بونت ويتساوى مع بيراميدز والمصري والجيش وابو قير الاسمده اللي حصلت مفاجاه وكسب البنك الاهلي، ولا يحصل على نقطه ويتساوى مع الزعيم زعماء الكره المصريه قطبي الكره المصريه الاهلي والزمالك يساوي ده نقطه وده نقطه، ده بونت وده بونت؟ الله اعلم، هنشوف الحكايه ماشيه ازاي. غدا مباراه الاهلي والشرقيه. بيراميدز حصلت على ال3 نقاط، بيراميدز بتقول انا جايه، انا الدوري ده بتاعي. والاهلي هينافسها، والزمالك ان شاء الله لو كان في المنافسه يبقى الثلاثي المرعب على القمه. بزيرة خوان الفينا بزيرة، الدوري بدا يا عم البرازيلي، والزمالك بيدور عليكم ما لقاكش، هترجع ولا لا؟ قال انا مش راجع. القصه بتاعت بزيرة انا بحكيها لكم قال انا مش راجع. طب يا بزيرة ده انت عندك عقد مع الزمالك. قال لا الزمالك مش بيدينا مستحقات، انا ادينا في البرازيل بجد اجازتي مع مراتي وبنتي، واجازه ممتعه هناك في ريو جانيرو. تمام.
قال لهم برضو انا عاوز شرط يا زمالك وارجع. قالوا ليه؟ قالوا ابعتوا لي 5 اشهر مستحقات الباقي. الزمالك قال نعم احنا معناش اساسا فلوس نبعت لك. قال خلاص انا مضيت لفرقه اهل دبي. قال له مش هنقدر تمضي غير باذننا. فالزمالك دلوقتي في حيره، هل يبيع اخوان الفينا بزيرة ويستفاد من فلوسه والمبلغ المالي اللي يدخل خزينه الزمالك يبقى ينعش الخزينه ويدي سيوله ماليه في الزمالك، كما اعطى سيوله ماليه في الزمالك بحسام عبد المجيد، رغم المبلغ المالي بتاع حسام عبد المجيد ما دخلش خزينه الزمالك، راح لرجل الاعمال اللي تتبرع لنادي الزمالك بقرض للحصول على الرخصه الافريقيه. اخوانا الفينا بزيرة طلعت تقارير ان قالوا رجع مصر، وطلعت تقارير ان قال راح اهل دبي الامارات، وراح الامارات ليمضي، لتطلع ببيان نادي اهل دبي الاماراتي، واطلع ببيان يرفض فيه وينفي فيه اشاعه ان اخوان الفينا بزيرة مضى لاهل دبي الاماراتي. الزمالك اهل دبي الاماراتي فاض اخوان الفينا بزيرة بدل مره 3 مره ب 4.5 مليون دولار، وصل العرض 5 مليون دولار، والزمالك رفض هذا الكلام كله. اخوان الفينا بزيرة الزمالك قال تعالى العب معنا ليناير وهنبيعك لاي فرقه تروحها ب 6 او 7 مليون دولار عشان نستفاد منك. وانا الفينا بزيرة لحد دلوقتي ما رجعش مصر. ادي قصه اخوان الفينا بزيرة. طلعت سبورت علينا بتصريح ناري وقالت اخوان الفينا بزيرة الى الامارات ومضى لاهل دبي، او شباب الاهل الامارات، وشباب الاهل الاماراتي طلع قال لا ما مضلناش، ما وقعش على العقد الانضمام الينا. طلع الزمالك قال اخوان الفينا بزيرة اقترب من القاهره، طلع بزيارة قال انا مش هرجع القاهره. طلع وكيل اعماله نزل بيان ونزل بزيارة انه في القاهره وتصور مع الاهرامات وتصور مع وكان قريب يتصور مع مصر كله. اخوان الفينا بزيرة حيره في الزمالك ومحل شائق في نادي الزمالك، الله اعلم هترسي على فين يا اخوان الفينا بزيرة. بسببك الزمالك كله واجع، ما قدرش يلعب بسببك. انت نجم الزمالك الاول، انت يا اخوان الفينا بزيرة كمان افضل لاعب في الدوري المصري الممتاز، حصلت على افضل جناح ايمن في الدوري المصري الممتاز، ما عرفتش عاوز ايه تاني. انت يعني لو بقيت في الزمالك هتبقى زي اي نجم، وتبقى زي نجوم الزمالك القدامى ونجوم الزمالك السابقين واللي قاعدين وكلهم. ان لم اللي يترك الزمالك مش خلاص سيبنا في شعار النادي في اي لاعب هتقعد معنا نشيلك في غراض. ادي قصه اخوان الفينا بزيرة. تريكه على ناصر منسي. طلعوا شويه اهلاويه على شويه زملكاويه على شويه من النصريين ويتريق على ناصر منسي. ايه اسطوره بقى، ربت كرش ما ربتش كرش. هو اخوان هو ناصر منسي لوحده يعني اللي ربى كرش في الزمالك؟ مش هو بس، ده ناصر منسي مربي كرش تمام، ولاعب نازل ما عرفش يمسك الكوره، ولاعب عنده كهرباء زي ده هو شيكوبان ده. والله العظيم الزمالك جمعوهم في اخر 5 ايام كده وقال يلا نعمل اعداد يلا وانزلوا العبوا، ولا ادوهم مستحقات ولا ادوهم اعداد ولا حمل بدني ولا تدريبات ولا شوط على المرمى ولا استعدادات ولا مباريات، لعبوا اورنج البلاستيك وما اعرفش ايه. الزمالك الله يعينه. والزمالك اذا حصل على الدوري السنه دي زي ما قلت الحلقه السابقه اعجاز كروي. الزمالك اذا حصل على الدوري اعجاز كروي. الاهلي خلاص ناصر منسي خس شويه ما تخسش. الزمالك كده السنه دي لو لعب كوره وادى الاداء المطلوب منه وحصل على الدوري او دوري ابطال افريقيا، محدش يقول دوري ابطال افريقيا بعيده لا، يبقى الزمالك كتر الف خيره. جمهور الزمالك رقم 1 من ثم نجومه. مين نجومه؟ عمر جابر ولا اتكلم عن مستحقات ولا اتكلم عن غيابات ولا راح ولا اتمرد على النادي. قصه عبد الله السعيد هي مكمله، بس الزمالك في قصه عبد الله ايه؟ يعني عبد الله انت هتلعب معنا؟ لا ما هتلعبش، اقعد خلاص احنا مش عاوزينك تاني، احنا خدنا منك سنه في سنه وما عاوز تقعد وتمشي الكلام معنا ماشي، عاوز تقعد براحتك خد عقدك وامشي، او نفسخ عقدك بالطراد وكل واحد يروح لحاله
والله اعلم في قصه عبد الله. شيكوبان رجع من انجولا ولعب الراجل. هو رجع من انجولا وكان بينزل صوره هناك في انجولا والكلام كله ده، وكان بيتمرد التاني، بس رجع لعب. بس شيكوبان اول ما لعب الراجل نزل تحسه ناسي الكوره، ما لعبش كوره في حياته. هو كان بتاع كان مدير البلياردو جاي يلعب كوره الله اعلم. يعني شيكوبان ده حالته صعبه جدا مع الزمالك بالذات. الاهلي و والشرقيه ام غدا. مفاجاه تشكيله الاهلي طبعا هيغير تغييرين حسين عموده او تغيير واحد يعني عن مباريات عن مباراته امام برشلونه اللي انتهت 2-1 في كاس اخوان غمبر. حارس المرمى مفاجاه كبرى هيبقى الشناوي غدا. 2 خط دفاع قلبي دفاع هم مين؟ ياسر ابراهيم وعمرو الجزار. باك يمين هاني، باك شمال كريم فؤاد المتالق. 3 خط وسط زيزو وكمان زيزو وعلي محمود مروان عطيه. زيزو علي محمود مروان عطيه. بالمناسبه واحد يقول انت نسيت امام. شو سترايكر؟ امام افضل لاعب في الاهلي، امام افضل تالق في المونديال، امام مترشح لجائزه افضل لاعب في افريقيا. نسيت امام؟ انا ما نسيتش امام. امام الاهلي طلع وقال امام مش للبيع، وامام عاوز يتباع، عاوز يرفع راتبه. وانا كل مره اقولها القصه دي، عاوز يرفع راتبه، الاهلي ما رضيش يرفع راتبه. فامام عاوز يروح كونيا سبورت. كونيا سبورت عرض على الاهلي بقيمه 6 مليون دولار، الاهلي رفض. وصل ل 7.5 مليون دولار، الاهلي رفض وقال امام مش للبيع. نجم الاهلي امام عاشور مش للبيع. فالاهلي خلي امام دكه قبل ما تطفى الامور شويه. والاهلي وعد امام عاشور اذا اتى عبد اليك من 10 ل 12 مليون دولار هتستغنى عنك وتروح اي نادي انت عاوز. فامام عاشور قصته ادي، هيلعب ولا مش هيلعب الله اعلم. ده على بناء حسام عموته. قرار حسام عموته، قرار الحسين عموته بايده ان امام يلعب ولا ما يلعبش، ده بايد حسين عموته. 3 خط وسط علي محمود زيزو، علي محمود وزيزو مروان عطيه. اسف وينج شمال منصب اشرف بن شرقي. وينج يمين منصب بكرار او يدخل في عمق الملعب ويبقى شوط سترايكر تمام. والهجوم اقطاع عبد الله بسفيان بن جديده. غدا ادي التشكيله دي. لو بيجي سفيان بن جديده ادي، بس هو تقريبا اقطاع عبد الله، لان سفيان بن جديده بعض الاداء ما ادوش من برشلونه، بس دي برشلونه. اذا بدا بيه يبقى خلاص سفيان بن جديده الهجوم، بس خلاص هيستقل على اشرف بن شرقي وينج شمال، وينج يمين منصف بكرار، ويدخل المهاجم سفيان بن جديده او اقطاع عبد الله. وادي تشكيله الاهلي، ونستنى ننتظر الاهلي هيعمل ايه غدا امام الشرقيه انبي، ونشوف هيحصل ايه في المباراه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.